هنعمل النهارده السويس رول بالفواكه. هقول لكم المقادير وهشتغل فيها على طول. هنبدا بكميه. بالنسبه للصاج هيبقى 30 في 30 او 30 في 40 حسب الصاج، لكن لا يقل ولا يزيد عن كده. معانا 4 بيضات. بالنسبه للجرام 125 جرام بمثابه كوب الا ربع. السكر نص كوبايه بمثابه 100 جرام. النشا معلقتين كبار بمثابه 30 جرام. محسن الكيك هيكون معلقه متوسطه 15 جرام. بيكنج باودر معلقه صغيره 30 جرام. معلقتين زيت كبيره. معلقتين ميه. والصاج زي ما قلنا 30 في 40 او 30 في 30. ويلا اوريكم بس سريعا تكنيك الكيكه ازاي بنعملها. يلا بينا، يلا نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. هبتدي اجيب بوله، ومن اسهل طريقه ان احنا نشتغل بيها السويس رول بنجيب كله على بعض. بنعمل ايه؟ بننزل بالبيض، الفانيليا اللي انا عايزه اقوله لكم بقى من جمالها وشياكتها ان احنا بنعمل كله على بعض. هننزل بالسكر، تمام، وكمان هننزل بمعلقتين النشا اللي احنا قلنا عليهم بالجرامات زي ما احنا شايفين، كله على بعض مفيش اي حاجه صعبه. هننزل بالبيكنج باودر، تمام. هننزل بالزيت. انا بحب احط الزيت علشان يعني في ناس ما بتستعملش الزيت، لكن انا بحب احط الزيت بيديني طراوه حلوه في العجينه. هننزل كده بمقدار معلقتين صغيرين من الميه، تمام. وكمان هننزل بالدقيق، وما ننساش ان احنا نجيب معلقه متوسطه من محسن الكيك. هو حاليا مش متواجد، لكن انصحكم معلقه صغيره من محسن الكيك بيعدل معانا المود تماما بالنسبه للكيكه الاسفنجيه بالنسبه للسويس رول. شايفين حطيت كل المكونات على بعضها، لا حاجه قبل حاجه ولا حاجه بعد حاجه. هبتدي اخد المضرب او العجان، لكن بالايد مش هتطلع معاكي نفس النتيجه. هضربها بسرعه بس مش هكتر علشان خاطر نقدر نشتغل في باقي السويس رول. عايزه اوريكم بقى تكنيك هنضربها بالشكل ده. هتاخد معانا لمده 8 دقائق ل 10 دقائق. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بالنسبه لنا الوقت مش كبير. هنوصلها للشكل اللي احنا شايفينه دوت، وهقول لكم هنحطها ازاي وبعد كده هنشتغل في ايه. بصوا زي ما انتم شايفين الصاج معايا اهو. بصوا الصاج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبتدي احط فيه نقطه زيت، هحط عليه ورقه زبده، تمام، وهنزل بالخليط ده اهو في الصاج ده، وهبتدي افرده كده. هيبتدي ياخد مساحه الصاج زي ما احنا شايفين. انا ممكن لو عندي ورق زبده هبتدي اجيب ورق الزبده كده، هاخدها بنفس المساحه بتاعتي وهنزلها. طبعا معايا العجينه، هبتدي احط نقطه من الزيت كده زي ما احنا شايفين. انا بس بوريكم الفكره، وهنزل بالعجينه بتاعتي بالشكل ده. بصوا معايا، وهبتدي افردها بمساحه الصاج. هبتدي بقى افردها كده، هتبقى طبعا اخف من كده كل ما بتتضرب. هفردها بمساحه الصاج. بصوا زي ما احنا شايفين هتبتدي تتفرد كده بمساحه الصاج كده. انا وريتكم التكنيك بالنسبه للكيك. هنضرب كل المكونات على بعضها. هجيب صاج 30 في 30 او 30 في 40. هجيب معايا ورقه زبده، ضروري ورقه الزبده، وهبتدي افردها بالشكل ده، تمام، لغايه ما تتفرد معايا في الصاج تماما. هكون مولعه الفرن سخن جدا على درجه حراره 180. التسويه 8 دقائق، لا نزيد ولا ننقص. لكن لو لقيناها لسه شويه حسب الفرن دقيقه او دقيقتين، مش هتكون اكتر من كده. وبكده خلصت معانا، نعتبر زي ما احنا شايفين، تمام. تعالوا بقى اقول لكم التكنيك. بعد ما طلعت معايا طبعا كانت مفروده وهي سخنه، هاخدها هقلبها كده على الصاج، تمام، وهقوم مغطياها بورقه زبده
وهلفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا معايا، على فكرة انا عاملاها من بدري يعني، وسبتها ولفتها باللفة دي. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا عشان اتلفت من امبارح فشقت معايا شوية، مفيش مشكلة. احنا هنعمل كده، نبتدي نفتحها بالراحة خالص معانا، مش هنفتحها قوي. هبتدي بقى اخلص منها الورق زي ما احنا شايفين. عايزه اوريكي ان حتى لو اتشققت معاكي ما تقلقيش، هقولك هنعالجها ازاي. تاخدها بالراحه، هي بتتلف وهي سخنه وتخش معانا التلاجة لمده ساعتين. طبعا انا علشان الحلقه عملتها من بدري. بصوا انا طبعا بسيسها، شايفين زي ما احنا شايفين كده. هتتفرد معايا بسيط. هبتدي احشيها وهوريكم ان انا هعالجها ازاي حتى لو اتفتحت معايا. بصوا، هبتدي انزل بالمربع بالشكل ده كده. ابتدي ادهنها كده في النص، مفيش مشكله، زي اي تورته او اي كيكه. حتى لو اتشقت معانا بنبتدي نلمها عادي جدا يا جماعه. بصوا شايفين. هبتدي بقى ايه، بس كده هدخل الحشو بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بصوا طبعا السويس رول مشكلته انه ليه تكات كتير، فلازم بنتعلمها وبنبتدي نشتغل فيها. هبتدي اخلص كده خالص. بصوا انا كده ابتديت ان انا الم الحشوه، شايفين معايا، ما نكترش. هاخدها بقى زي ما هي كده وابتدي اخدها بالراحه والفها كده تاني. بصوا معايا، وابتدي اخلصها من الورق اللي فيها، شايفين تتلف معايا كده. هي مشكلتها في اللفه دي، طبعا انا عاملاها من قبلها بيوم فشويه هي فتحت معايا بس. وبتبتدي تاخديها ورقه زبده تانيه وهتنقليها بقى بالشكل ده. بصوا بقى معايا، بعد اللفه دي اتلفت بقى معايا، هاخدها وهبتدي الفها تاني كده، واخدها ادخلها في التلاجة لمدة ساعتين 3 علشان تتماسك مع بعض. وحتى التشققات اللي حصلت مش مشكلة، هنبتدي بالكريمة ان احنا نبتدي نلم كل التشققات دي ونحولها لسويس رول جميل جدا. تمام، انا هشتغل فيها زي ما هي، لكن في الطبيعي ان بتتلف اولا وهي سخنة وبيتحط جواها ورقة الزبدة، وبنبتدي نلفها وندخلها في التلاجة ساعتين 3. ابتدي اطلعها احشيها زي ما انتوا شفتوا، ما تفتحهاش قوي، فتحه بسيطه. هوريكم بقى ايه بعد ما اتلفت كده بالشكل الجميل ده. بصوا لفتها جميل. هبتدي اشيلها في التلاجة وابتدي اجلسها بالشكل النهائي اللي احنا شايفينه ده. بصوا شايفين معايا عادي جدا. ببتدي اجيب الكريمه اللباني او كريم جانتيه، ببتدي اضربه كوبايه كريم جانتيه، نص كوبايه من الميه المتلجه، وهبتدي اجلسها عادي جدا، وابتدي احط فيها الفراوله بالشكل الجميل والفواكه المجففه، وبتطلع معانا. بصوا حتى لما بتتقطع، انا عايزه بس اوريكم المنظر اهي، بتطلع معانا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. تمام اهو، شايفين اديها بتطلع. انا اديتكم بس فكره السويس رول بسرعه بسيطه لان الوقت ضيق وهو بيحتاج وقت كتير. زي ما احنا شايفين فكرته كانت سهله بسيطه جدا. بنضرب كل المكونات على بعضها، بنبتدي ناخد الكيكه وهي سخنه، بنلفها وجواها ورق الزبده، تخش التلاجة لمده ساعه ساعتين، تطلع نفردها نحشيها مربى كريمه زي ما احنا عايزين، وبعد كده بنبتدي نجلسها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. طلعت حلوه قوي وطلعت جميله. دي حلويات غربيه جميله جدا، بتبقى سهله، لكن هي مشكلتها التكنيك اللي احنا بنبتدي نشتغل بيه. لو احنا جربناها مره واثنين وثلاثه
هتبقى حلوه معانا. ما تقلقوش لو فتحت معاكم، بتبتدوا تغطوها عادي جدا بالكريمات، وتبتدي تعملي لها اي برزنتيشن، اي شغل، اي شكل جميل، وهتطلع بالشكل الجميل ده. ويا رب تكون عجبتكم. ايه رايكم؟ سهله اكيد يعني. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. وعايزه اقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين. وده كان اخر حلقه في السيزون الثالث، وانتظروني ان شاء الله السيزون الرابع. انتظروني ان شاء الله فقرات جميله في رمضان، وان شاء الله اشوفكم على خير في البيت وناس، وهتوحشوني. وباي.